اهم الاحداث الرياضيه على الساحه في عام 2010؟ في البداية أنا برحب يعني بيكم، وبقول للشعب المصري بكل طوائفه كل سنة وانتم طيبين. يمكن 48 ساعة ونستقبل عام ميلادي جديد، فبنقول كل سنة وانتم طيبين. الحقيقة أنا رصدت العديد من الأحداث الجميلة في عام 2010، أهمها حصول المنتخب الوطني المصري على البطولة الإفريقية. يمكن ده حدث أسعدنا جميعا على المستوى الرياضي. لكن الحقيقة يمكن زي ما الدكتور عز لفت نظرنا حاجة جميلة قوي. قطاع البطولة للقوات المسلحة لم يمضي على إنشائه 5 سنوات. تمام. وحصد من وجهة نظري أهم حاجة حصدها قطاع البطولة 3 ميداليات أولمبية. فأنت النهاردة عشان تعد بطل أولمبي لابد على الأقل إنك تعد البطل ده لمدة لا يعني من 8 ل 9 سنين. فلما يبقى عمر القطاع 5 سنوات وينجز ويحقق ميداليه اولمبيه، يبقى الناس دي ماشيه كويس. ده اللي بنسمعه دايما عن مشروع البطل الاولمبي. لا ده اللي هو تبع المجلس القومي للرياضه. لكن النهارده لما يبقى عمر هذا القطاع 5 سنوات والناس تحقق ميداليه اولمبيه على مستوى الناشئين، ده انجاز غير عادي. فنرصد الحاله دي جت ازاي؟ القوات المسلحه ليها فكر مستنير شويه، بتوفر امكانات ماديه وبتوفر امكانات بشريه، وبيحكم المنظومه دي الانضباط. يعني هو ده الشيء الجميل اللي يجب ان ينتقل الى كل مؤسساتنا الرياضيه. كلمه السر بقول الانضباط العسكري. انا معاك. طب يعني كلمه ان حضرتك بتوفروا العناصر الماديه، يعني ده بمعنى انكم بتبقوا راعي سبونسر لهذا البطل، مش كده؟ مش بفكره الراعي طبعا اللي هو اللي بره، لكن بيوفر له كل حاجه، بيوفر له المأكل الجيد. القوات المسلحه بتوفر الملاعب الجيده. يعني المأكل يعني بيعيش في القريه الاولمبيه مثلا؟ لا عندنا يعني يمكن قطاع البطوله ليه 6 مدارس رياضيه. هذه المدارس منتشره في جميع محافظات مصر. فالاول فبيبقى في قاعده ممارسه في هذه المحافظات. ده بند اول، ان احنا النهارده بنهتم بالمحافظات وبنجيب كوادر متميزه جدا من المحافظات. لكن هنا معظم الانديه يمكن حضرتك عارفه بيركز كله على القاهره وبتاع، فممكن ما يبقاش في عندك الموهبه في العاب القوى، الموهبه في الملاكمه بره حدود العاصمه، في اكتشاف للمواهب، اكتشاف يمكن في مدارس انت عارف في المنيا وفي اسيوط وفي البتاع، ففي كوادر غير عاديه موجوده هناك. وده الحقيقه